وبرغم إن التحريات طوّلت أوي وقت اختفاء نازلة، لكن برضه ما وصلوش لحاجة، واتحفظ المحضر، وخلاص بطّلوا تدوير على نازلة. في الوقت ده كان الدور على الضحية التالتة وهي عزيزة، ولأن عزيزة كانت بنت من البنات اللي بيشتغلوا في البغاء، فما كانش صعب أبدًا على ريا استدراج عزيزة في اليوم ده، وقالت لها إن في زبون مستنيها. سابت ريا عزيزة مع الراجل وراحت علشان تنده سكينة والباقيين. رجعت ريا ومعاها سكينة وبقية الرجالة. الضحية لما كانت بتقعد كانت بتقلع الملاية، وسكينة كانت بتحب الهدوم اللي لابساهم الضحية، يعني لو ملاية قيمة أو عباية قيمة كانت بتاخدها. ومسكت ريا في عزيزة إنها تقعد معاهم، وقعدوا كلهم وبدأوا يشربوا. عزيزة كانت قصيرة وضعيفة فما خدتش في إيديهم حاجة. عرابي على طول بل المنديل وحطه على بقها، والباقيين كتفوها من رجليها وإيديها وراسها. وفي ظرف دقيقتين كانت عزيزة فرقت الحياة. الضحية ما خدتش وقت كتير لأن كل واحد كان عارف دوره بالظبط، فموتها ما خدش وقت. وانضمت عزيزة لنظلة وخضرة. الكلام ده حصل بعد 3 أسابيع من موت نظلة، والرجالة اضطروا إنهم يحفروا أكتر علشان يلاقوا مكان لعزيزة جنب الاتنين التانيين ويوسعوا المقبرة. وكالعادة أخدت ريا وسكينة الصيغة بتاعة عزيزة وراحوا لعلي الصايغ علشان يبيعوها. سكينة كانت متغاظة منه جدا لأنه بياخد منهم الصيغة بنص التمن، وكأنه عارف إن الصيغة دي لستات مقتولة. وعزيزة الضحية التالتة لقبت بعزيزة مجهولة اللقب، لأن محدش بلغ أصلا عن اختفائها ولا حد حس بغيابها. وده خلى التفكير يجي بسرعة في الضحية الجديدة والرابعة، وهي نبوية. نبوية الضحية الرابعة لريا وسكينة. نبوية من أول البنات اللي اشتغلوا في بيت الكامب، كانت لسه صغيرة عندها يدوب 18 سنة. نبوية تابت واتجوزت وخلفت كمان، لكن لما جوزها راح للتجنيد حنت تاني. لما ريا قابلت نبوية تاني لفت نظرها إن نبوية اتغيرت، يعني كده العز بان عليها. نبوية في اليوم ده كانت لابسة جلابية من الكوريشة البيضة ومزكرشة باللون الأزرق وأكمامها من اللون الأحمر. كانت لابسة 3 غوايش وحلق وعرابي غمز لريا، يعني معناها إن خلاص نبوية عليها الدور. اتحججت ريا إن البيت زحمة وأخدتها على حارة علي بيك الكبير. في الوقت ده كانت سكينة قاعدة في خمارة كرياكو بتشرب خمرة. سكينة بعد كده في التحقيقات قالت عن نبوية إنها كانت عزيزة عليا قوي. راحت ريا لسكينة وندهت عليها علشان ترحب بنبوية، وهنا عرفت سكينة إن نبوية صاحبتها هتكون الضحية الرابعة، وهتنضم لإخواتها خضرة اللامي ونزلة أبو الليل وعزيزة مجهولة اللقب. سكينة لما شافت في إيد ريا إزازة السوكولانس عرفت على طول إنهم أخدوا القرار بقتل نبوية. السوكولانس ده كان توليفة من الخمرة بيعملوها بإيديهم علشان يضمنوا إن الضحية تدوخ وتسكر. نبوية لما شافت سكينة قالت لها أنت جيتي يا أختي، وأخدتها بالحضن. سكينة كانت بتحاول تغير الخطة، ما كانش هين عليها إنهم يموتوا نبوية، فقالت لها تعالي معايا الخمارة نشرب كاسين. لكن حسب الله اتدخل على طول، ورايا شاورت على ازازة السوكولانس وقالت لها ده احنا جايبينها مخصوص علشان نبوية. رايا كانت قلقانة من سكينة، سكينة كان باين عليها جدا انها مش طبيعية. وخرجت سكينة التاني راحت لخمارة كرياكو. عرابي وحسب الله بس اللي كانوا موجودين، وزهقوا من انتظار عبد الرازق وعبد العال، وقالوا انهم هينفذوا المهمة بنفسهم، وخصوصا ان نبوية كانت بنت قصيرة ورفيعة مش هتاخد منهم مجهود. لما سكينة دخلت تاني لقت عرابي بيبل المنديل، ولقت نبوية كانت سكرانة قوي ونايمة وشعرها الأسود الطويل مفروض على كتفها. سكينة قررت إنها ترجع تاني وما تستناش لما تشوف موت نبوية. نبوية ندهت عليها وقالت لها أنت فين يا سكينة؟ تعالي اقعدي جنبي. سكينة قالت الجملة دي في التحقيقات بعد كده، وقالت إن دي آخر كلمة قالتها نبوية قبل ما عرابي يحط المنديل المبلول على بقها، وحسب الله يكتفها جامد. واتدفنت نبوية جنب اللي قبلها. سكينة بعد كده قالت إن أنا الوحيدة اللي حزنت عليها، نبوية ما كانش لها حد يحزن عليها. وجه الدور على نبوية بنت جمعة الضحايا الخمسة، نبوية مرات الحاج حسين. وفي موقف كان حصل قبلها إن الحاج حسين كان راجع في يوم بالليل هو وابنه، وشاف حد بيتسحب من جنب البيت، وخمن هو وابنه إنه ده يكون حد من اتنين، يا إما حرامي يا إما غفير. لكن في الوقت ده ما ركزوش في الموضوع، هم افتكروا الموقف ده بعد كده بعد اختفاء نبوية. المهم إن يوم الجمعة يوم 13 فبراير سنة 1920 خرجت نبوية بنت الجمعة وهي لابسة جلابية من الحرير الأسود ومزخرفة من عند الأطراف والصدر باللون الأزرق.
ولابسة فوقيها ملاية سودة، وكانت لابسة على وشها برقع بتتوسطه قصبة من الذهب. في اليوم ده كان عرابي وعبد العال وحسب الله قاعدين قدام دكان أبو أحمد النص. نبوية بنت جمعة قعدت عادي جدا مع الزباين، وفي اليوم ده اختلى بيها اتنين لحد ما جه عبد الرازق، ولما شافها قال أنا عايز الست دي. البيت كان زحمة جدا، فسكينة أخدت نبوية لبيت أم أحمد النص. أم أحمد النص ما كانش عندها اعتراض لأنها هتاخد أجرة الأوضة. دخل في الأول عبد الرازق، بعد نبوية، وبعد كده ريا وسكينة. عبد الرازق طبعا فحص نبوية كويس قوي وعارف الغنيمة اللي معاها كام بالظبط. كانت لابسة 4 خواتم وجوزين من المباريم وحلق وكردان، ده غير قصبة البرقع الذهب وكمان خلخال الفضة في رجلها. طبعا نبوية كانت مبسوطة وفاكراه بيبص عليها وعلى جمالها، اتاريه بيبص على الغنيمة اللي هياخدها منها بعد كده. وسألها عبد الرازق نجيبوا ايه عشان نتغدوا، قالت له اللي تجيبوه. وبعت عبد الرازق سكينة علشان تجيب فسيخ وبصل. سكينة كان كل اللي شاغلها انها تشغل ام احمد النص علشان ما تاخدش بالها ان في ست دخلت وما خرجتش. كانوا عايزين يخلصوا المهمة دي بسرعة، والرجالة الأربعة خلصوا على نبوية. نبوية كانت راقدة فوق السندرة، وشل الرجالة الأربعة حركتها وخلصوا عليها. الحفر في أوضة أم أحمد النص ما كانش صعب لأنها ما كانتش متبلطة، وعبد الرازق هو اللي قام بمهمة الحفر وأخد في الموضوع ده ساعة، والباقيين كانوا قاعدين سوا قدام دكان أم أحمد النص عادي على أساس إن عبد الرازق بس هو اللي مع فهيمة جوه. أم أحمد النص شافت هدوم نبوية في إيد سكينة وسألتها هي فهيمة راحت فين؟ فهيمة ده كان الاسم المتداول لنبوية بينهم، فردت سكينة وقالت لها دي مشيت بقالها ساعة. لكن أم أحمد النص كانت عينيها على الهدوم الملاية والبرقع اللي في إيد سكينة، فقالت لها أنا هناخد دول ومش عايزة إيجار الأوضة، وأخدت الهدوم من إيد سكينة ومشيت. وهنا شك ريا وسكينة إن تكون أم أحمد النص استنتجت اللي حصل وإن فهيمة اندفنت جوه. أم أحمد النص باعت الملاية والبرقع، ما احتفظتش بيهم، لكن احتفظت بس بالقصبة الذهب بتاعة البرقع، ودي هتكون دليل بعد كده. نبوية بنت جمعة هي الضحية الوحيدة اللي أهلها بلغوا عن اختفائها في نفس اليوم. الحاج حسين كان قلقان جدا على نبوية لدرجة إنه راح لحد فتح له المندل علشان يشوف هي اختفت فين. والراجل اللي فتح له المندل قال إنه شاف ست لابسة لبس غالي وجنبها ست لابسة جلابية بلدي، وما كانش مستبعد عن تفكير الحاج حسين إنه يصدق إن نبوية تكون هربت مع راجل. نبوية كانت ست حلوة واخدة بالها من نفسها برغم إنها متجوزة بقالها سنين ومخلفة 6 ولاد. كانت دايما مهتمة بشكلها وإنها تلبس لبس غالي وتخرج بكامل زينتها. وبدأ يراجع الحاج حسين مشهد الراجل اللي شافه من كام يوم بالليل بيعدي من جنب البيت، وفاكر هو كان لابس ايه، كان لابس جلابية ومعطف. عايزة اقول لكم ان بعد 5 اسابيع من قتل نبوية اتقتلت الضحية السادسة اللي محدش عارف لحد دلوقتي اسمها ايه او اي بيانات عنها، حتى هي متسجلة في المحاضر امرأة مجهولة اللقب. محدش كان فاكر اي حاجة عنها غير عبد العال قال شوية معلومات بسيطة. حتى الدهب اللي كانت لابساه كان قشرة، ما كانش دهب حقيقي. الدهب الحقيقي اللي كان معاها كان حلق وسلسلة، ودول اتباعوا وقتها ب3 جنيه، يعني أصلا ما كانتش مستاهلة القتل. وهنا بيجي الدور على الضحية السبعة، زنوبة بنت محمد موسى اللي كانت ملقبة باسم حجازية، ودي كانت من أجمل ضحايا ريا وسكينة.